انت ازاي ما شفتش الفيلم ده لحد دلوقتي وما دخلتوش سينما لحد دلوقتي؟ اجدد افلام الرعب اللي نزلت في 2025. تخيل معايا كده ليلة هادية في بلدة صغيرة، الساعة 2 و17 دقيقة بالظبط. فجأة 17 طفل من نفس الفصل بيقوموا من سريرهم وبيخرجوا من بيوتهم وبيمشوا في الشارع ويختفوا تماما من غير ما يسيبوا أي أثر. من هنا الفيلم ده بياخدك في 5 حكايات مختلفة، كل حكاية فيهم من منظور شخصية معينة. معلمة الفصل اللي كانت مسؤولة عن العيال، أب مكسور بيدور على ابنه، ضابط شرطة بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل حواليه، وغيره وغيره لحد ما تكمل بقية الشخصيات. كل ما القصة تتقدم بتكتشف ان في سر كبير وغامض بيجمع كل الشخصيات، وكل اللي بيحصل وراه حاجة أعمق وأرعب من مجرد اختفاء أطفال. حابب برضو انوه ان الفيلم مدته ساعتين، في مشهد غير لائق قبل نهاية الساعة الأولانية ب5 دقايق، وخصوصا بالظبط بعد المشهد اللي هيظهر فيه الضابط بيكلم المحقق. حاولوا ان انتوا تعدوه، او حاولوا ان انتوا وانتوا بتشوفوه في السينما ما تركزوش مع المشهد ده. وهنا بكلمكم عن افضل افلام الرعب اللي نزلت في 2025 لحد دلوقتي، او واحد ما بين افضل افلام الرعب اللي نزلت في 2025، وهو فيلم ويبنز. ما تنسوش تعملوا فولو، حفظ للفيديو وشير، وتشتركوا في قناة اليوتيوب في البايو. سلام عليكم.